السلام عليكم. بيراميدز بطل نصف العالم وبروفة فاشلة النهارده لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وربنا يستر. طبعا في البدايه احنا طبعا بنبارك لبيراميدز واللعيبه والجهاز الفني والاداري. لعيبه رجاله طبعا النهارده، ولا كأن ان بيراميدز كان بيلعب في بطوله دوليه كاس انتركونتيننتال، ولا حياه لمن تنادي، ولا حد في الاعلام اتكلم غير الا من رحم ربي. يعني هو ابراهيم فايق الوحيد اللي اتكلم على المباراه، بعد المباراه كمان مش قبل المباراه. بس ده انجاز، انجاز للكره المصريه. فرقه من غير جمهور قدام الحشد ده كله، قدام الجماهير دي كلها وبره ارضها، تكسب اهلي جده بوسط النجوم اللي بتلعب فيه، اذا كان ايفان توني ولا رياض محرز ولا في وسط الاجواء دي كلها وبره ارضك، مفيش مسانده اعلاميه، مفيش مسانده حتى جماهيريه، تقدر تلعب الماتش دوت وتعمل الاداء دوت وتكسب ثلاثه. يعني حتى ما كسبتش واحد، لا انت كسبت ثلاثه، يعني انت بتقول انا كسبان واستحق المكسب. تمام. فمبروك لبيراميدز، مبروك للاعيبه الرجاله، مبروك للجهاز الفني والاداري. نبدا النهارده نتكلم ان شاء الله على ماتش الزمالك والجونه، وده بروفا والحمد لله ان هي حصلت النهارده عشان نتكلم في الاخطاء. لان الماتش ده الزمالك لو كان كسب ماتش الجونه، الزمالك لو كان كسب ماتش الجونه والله العظيم الاعلام كان هيقعد ينيمك في الذره اسبوع: الزمالك جامد، الزمالك جامد، الزمالك جامد. انا واحد من الناس كان نفسي ان انا اكسب، بس انا بحمد ربنا ان التعادل ده حصل النهارده بسبب ان ما فيش حد في الاعلام هيطلع يقول ان الزمالك قادر على المكسب والزمالك هو اللي المرشح بقوه، وهيبدا بقى في نغمه انيم لعيبه الزمالك واشحن لعيبه الاهلي. يعني كل الاعيب دي احنا فاهمينها. الاعلام هيفضل لو كان الزمالك كسب الجول النهارده، اداء الاهلي وحش في ماتش الحرس و3-2 بالعافيه، واداء مهزوز، واداء يخض، واداء اللاعيبه وحش، ويجي بقى على الزمالك يتربع على الصداره، اللاعيبه هي اللي هتكسب، اللاعيبه هي نفسيتها وروحها عاليه. لا، انا بحمد ربنا ان ده حصل، وحصل دلوقتي، وحصل يعني اللي هو ايه، تلحق تلم نفسك. لسه اسبوع على الماتش، في اخطاء هنتكلم فيها بس تلحق تلم نفسك. تمام. النهارده هو بدأ المباراه بتشكيله كان عليها كذا تغييره بسبب الايقافات وبسبب الاصابه، وكان بيريح عمر جابر. النهارده بدأ محمد صبحي، صلاح مصدق يمين، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد قلبين دفاع، على الشمال احمد فتوح، دونجا في نص الملعب، جنبيه عبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، على اليمين عبد الحميد معالي، على الشمال ادم كايد، قدامهم علاء الدباغ. هنتكلم النهارده في حاجات بسيطه كده. طبعا خوان بزيرة ايقاف، محمود بنتاج ايقاف، بس انا مش عايز اتكلم على محمود بنتاج وفتوح، لان يعني فتوح لعيب دولي فمش هينفع نتكلم عليه ان هو كان في غياب. لا، احنا مش هنتكلم ان فتوح او بنتاج في غياب، هو بس تركيه في الماتش هنتكلم فيها بسبب ان فتوح وبنتاج الفرق بينهم. تمام. هنتكلم برضو على صلاح مصدق وعمر جابر الاصابه اللي هو بيريحوا الماتش الاهلي. النهارده الزمالك بدأ الماتش ضغط عالي قوي، نفس كل مباراه ببدأ ضغط عالي، وبرضه ضغط عالي مش اللي انا بحلق، لا هو الزمالك بيبدأ ضغط عالي، ضغط ايجابي اللي هو بقطع الكوره في اقل عدد من الباصات اللي بتتلعب عليا. يعني الزمالك كان مع الجونه النهارده ما بتلعبش باصين ثلاثه الجونه وبتاخد الكوره، وده السبب في الجون بتاع الجونه اللي دخل فينا، ان انت سبت لهم الكوره. تمام. وهنتكلم فيه لما يجي له وقته. بدأنا ضغط عالي، كور يمين كور شمال، كميه اوفرات النهارده من عبد الحميد معالي وناصر ماهر كتير جدا، يعني اوفرات كتير جدا. اوفرات لازم يكون في زياده عدديه في ال 18 وانا بلعب الاوفرات دي. يعني لازم عبد الله السعيد يكمل جوه، لازم ادم كايد يخش لجوه، لازم دونجا يقف على ال 18 عشان السكند بول. بس هو النهارده انت جبت الجون، وبرضه عشان هنتكلم على الجون دوت، هو الاوفر باين، يعني هو 70% او 80% من الجون الاوفر بتاع ناصر ماهر. هنتكلم بقى عدي الدباغ جاب الجون ازاي؟ عدي الدباغ ولا جاب الجون برجله، ولا جاب الجون بدماغه، ولا جاب الجون بكتفه. يعني هو عدي الدباغ جاب الجون بزيزو. يعني لو ركزتوا كده في الكادر بتاع الكوره من ورا الجون هتلاقي ان عدي الدباغ جايب الجون بزيزو، مش جايبه بحاجه ثانيه. تمام.
ده الجول لما دخل، وهو المفروض يعني يانيك فريرا بعد ما احنا جبنا الجول كمل ضغط، بس انت كملت ضغط بس ما فيش شراسه هجوميه، انت كملت ضغط على الجون ومسكت كوره بس ما فيش شراسه هجوميه، ما فيش فرص ضايعه. لا بالعكس، انت اللي اتلعب عليك كور. تمام. في كوره برضو بتاعت صلاح مصدق لازم نتكلم فيها. الكوره بتاعت صلاح مصدق دي كوره يعني صلاح، يعني احنا هنتكلم الاول قبل ما نتكلم على الكوره بتاعت صلاح مصدق، هنتكلم في التريكه اللي كان بيعملها يانيك فريرا مع عبد الحميد معالي وناصر ماهر. ايه اللي كان بيعملها؟ كان عبد الحميد معالي بياخد ناصر، يعني بياخد الباك بتاعه اللي هو ماسكه المان بتاعه وبيخش قلب الملعب، بيفضي المكان لناصر ماهر او صلاح مصدق عشان يجي من وراه وياخد الخط فاضي. تمام. دي كانت حصلت بدل المره 5 و6 و7، وده كلام مدرب اكيد يحترم. بس في نفس الوقت زي ما كان قدام ناصر ماهر وعبد الحميد معالي بيبدلوا مراكز مع بعض، كان الناحيه الثانيه في الشمال ادم كايد وفتوح. ده بقى الفرق اللي قلت هنتكلم فيه دلوقتي. الفرق اللي بين الفرق اللي بين محمود بنتايج وفتوح ايه؟ محمود بنتايج بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحميه من العين، على الخط محدش قده. يعني محمود بنتايج على الخط اذا كان دفاعي ولا هجومي محدش قد محمود بنتايج بصراحه. اعلى باك شمال داخل القاره دلوقتي، فبيدي مساحه لادم كايد ان هو يخش في قلب الملعب. فلما ادم كايد بيخش في قلب الملعب انت بتشوف منه مردود كويس، اذا كان باص اللي هو بيقولوا عليه كي باص اللي هو الباص المفتاحي اللي هو اللي بيبدا بيه الهجمه. تمام. اللي هو بيفك بيه الكلكعه بتاعه الضغط بتاع الفرقه اللي قصادنا. بس النهارده فتوح مش اللاعب اللي هيديك خط، فتوح لاعب بيميل ان هو يخش لقلب الملعب، فده كان زانق ادم كايد على الخط. فادم كايد وهو على الخط مش هيديك المردود ده، لان ادم كايد اساسا مش لعيب وينج. ادم كايد النهارده اجتهد، بس هو عنده مشكله واحده اللي هي الكره بتطول في رجله قوي. يعني انت الكره بتطول في رجلك قوي يا ادم. انت لو بتلاعب فرقه التحولات العكسيه بتاعتها سريعه، وهي حصلت النهارده بعد الجون بتاع الجونه. انت لو يعني هي حصلت علينا هجمات مرتده سريعه، انت الكره وهي بتطول في رجلك، واحنا اساسا يانيك فريرا عامل ان انت بتهاجم ككتله وبتدافع ككتله. تمام. هو بيقرب الخطوط من بعض اذا كان في حاله الهجوم ولا اذا كان في حاله الدفاع. فلما احنا بنهاجم ككتله دي فيها ريسك. الريسك بتاعها ايه؟ ان الكره لو اتقطعت في مكان اذا كان على الجنب او في قلب الملعب، بتبقى لو الفرقه اللي قدامك بتلعب تحولات عكسيه سريعه اللي هي مثلا بيراميدز او الاهلي هتزعلنا. فارجو ان الكره ما تطولش في رجلك كتير، لان بالمستوى اللي فيه شيكو بنزا انت هتلعب ماتش الاهلي. يعني انت هتلعب ماتش الاهلي، وده هنتكلم فيه في الفيديو ان شاء الله اللي قبل ماتش الاهلي والزمالك. نيجي نتكلم في حاجه ثانيه. زي ما كان بيعمل في الجانب الهجومي كده، كان بيعمل في الجانب الدفاعي اللي هو بيلعب بيلد اب بالكوره. كان بيغير فيها ازاي؟ صلاح مصدق هو كان بيلعب النهارده مكان عمر جابر في الناحيه اليمين، بس كان ساعات بيرمي محمد اسماعيل هو ناحيه اليمين ويخلي صلاح مصدق ينزل بينهم يلعب بثلاثه، وبيرمي فتوح قدام والكره معانا، ويرمي فتوح قدام يعمل زياده عدديه في الهجوم. بس صلاح مصدق تحت عشان يبني الكوره يطلع لمحمد اسماعيل، لان محمد اسماعيل هو سهل يطلعك بالكوره ناحيه اليمين على عبد الحميد معالي او على ناصر ماهر او حتى على دونجا في قلب الملعب. في صلاح مصدق عمل غلطه في الدقيقه 13، من بعدها يانيك فريرا اللي هو خاف، لا ما تلعبش في قلب الملعب تاني، خلي محمد اسماعيل لعيب عاقل. ايه الكوره؟ الكوره اللي جت في العارضه، الكوره دي ملعوبه له بالعرض لصلاح مصدق وهو لوحده. انت لو لمستها بدماغك يا صلاح وصلت لصبحي وشكرا، وريحتنا وريحت الدنيا. لا انت قمت لاعب الكره ببطن رجلك قامت قلشه، يعني انت حتى ما لعبتهاش وزنقت محمد صبحي لما لعبتها له، لا انت الكره قلشت من على رجلك راحت للمهاجم بتاع الجونه، ولما راحت المهاجم بتاع الجونه قطم بيك على طول، يعني رقصك كلك على طول وحطها في العارضه. الحمد لله جت في العارضه، لان الكره دي لو كانت داخل الجون وانت لسه في الدقيقه 13 كنت هتلاقي ال 11 بتوع الجونه واقفين في الستة ياردة مش في ال 18، وهيبقى ماتش اللي هو خلاص احنا بنتمنى ان الماتش يخلص. تمام. وانت بتبني كرة من تحت على محمد اسماعيل ولا على حسام عبد المجيد ولا على صلاح مصدق ولا على فتوح ولا محمد صبحي، اذا كان عبد الله السعيد بينزل يستلم من تحت، اذا كان تونجا بينزل يستلم من تحت، انت بيبقى ليك شكل
بيبقى ليك شكل في الهجوم، بيبقى ليك شكل بالكوره وانت معاك الكوره وبتبدا تلعب بيلد اب من تحت، بيبقى ليك شكل. انا ما اعرفش بعد الجون بتاع الجونه النهارده احنا قعدنا نحلق فوق ليه؟ احنا قعدنا نعلي فوق ليه؟ انا ما اعرفش. يعني انت قعدت تعلي كوره فوق مش بتاعتنا ومش لعبتنا وما عندناش حد يعملها. انت قعدت تلعب فوق يعني حتى انت لما لعبتها ما لعبتهاش وعدي الدباغ موجود، لا انت لعبتها وناصر ماهر ناصر عمرو ناصر قصدي موجود. انت ما لعبتهاش وعدي الدباغ حتى اللي هو لعيب طويل هيعرف يلتحم فوق. عمرو ناصر قوي بدنيا وبيعرف يلتحم وبيخش بجسمه بس مش محطه. عمرو ناصر مش لعيب محطه. تمام. نيجي بقى نتكلم على الجون بتاع الجونه لما دخل بعد ما استنزفك بدني. مدرب الجونه عرف يجرك للمنطقه اللي هو عايزها. ايه المنطقه اللي هو عايزها؟ هو استنزفك بدني خالص وبعد كده مسك الكوره وانت ساعدته في كده. يعني انت ساعدت مدرب الجونه في كده. ساعدته في كده ازاي؟ انت قمت بعد ما انت كنت بتلعب هاي بلوك وطلع لقدام وضغط على الجونه، مفيش لمستين يعني مفيش باصين من الجونه غير والكوره بتتقطع بتبقى معانا، لا انت قمت راجع في الشوط الثاني تحت الكوره وبدات بقى تستنى الجونه تلعب عليك كور وانت تقطع عشان انت تعمل تحولات عكسيه. انت مش جايب جون تاني، انت النتيجه 1-0 زي ما حصل. الجونه عمل عليك اكتر من 15 16 باص او اكتر من 16 لمسه لغايه لما الكوره دخلت الجون. ده عيب في حق الزمالك، عيب في حق لعيبه الزمالك، عيب في حق المدرب بتاع لعيبه الزمالك. تمام. بعد الجون انت قعدت تتعلق فوق. انا ما اعرفش انت بتعلق فوق ليه. يعني انا ما اعرفش انت قعدت تتعلق فوق ليه. دي حاجه. عندي بقى سؤال للمدرب يانيك فريرا. انت دلوقتي احنا سمعنا ان محمود جهاد جاهز، سمعنا ان احمد ربيع جاهز، فانت ما ضمتش ولا واحد فيهم للقايمه. ما ضمتش حتى اوشنج الباك اليمين قصدي للقايمه. تمام. احنا جايبين اللعيب ده ليه؟ انا ما اعرفش. يعني طالما انت مش هتدخله القايمه خالص ولا بتدخله القايمه، انت دخلته القايمه بعد ما عملنا اعلان للصفقه وما شمهاش تاني. تمام. فانت لما لعبت دونجا مركز 6 النهارده في الملعب واتصاب، لعبت عبد الله السعيد، فعبد الله السعيد مش هيديك 6. يعني انت لو كنت ضميت محمود جهاد او ضميت احمد ربيع كان هيديك المهام اللي هي الاساسيه بتاعت مركز 6 اللي هي ايه؟ الضغط. احنا ما كناش طالبين حاجه تانية اللي هو نعدي بالماتش لبر الامان. بس ده كويس ان هو حصل في ماتش الجونه عشان ماتش الاهلي ما فيش بقى اعذار. يعني هو ماتش الاهلي ما عادش فيه اعذار خلاص. انت ده الماتش هيبقى رقم 9. قعدت فتره ممكنه مع الفرقه وعرفت مميزات اللعيبه بتاعتك وعيوبها. تمام. فانت ماتش الزمالك والاهلي اللي جاي ما فيهوش اعذار خلاص. هنتكلم بقى. انت طلبت من عبد الله السعيد مهام مركز 6 اللي هو اساسا مش هيديها لك لو بادئ به انت الماتش. يعني انت لو بادئ بيه الماتش من بدايه الماتش ولسه ما اهلكش بدنيا، عبد الله السعيد مش هيديك 6. لكن انت طلبتها منه في الدقيقه 60 ولا الدقيقه 70. انت في اخر الماتش اخر ربع ساعه ثلث ساعه في الماتش طلبت من عبد الله السعيد يديك 6. مستحيل. الجول اللي دخل فينا دخل فينا بسبب ان مفيش 6 في الملعب. الكره قعدت تدور من اليمين للشمال، رجعت ورا، اتلعب باص بين الاثنين اللي قدام بتوعنا، ضرب بيها الخط، باص في الثاني شكرا. اتلعب عليك اكتر من 10 15 لمسه واكتر 10 او 15 باص جه في الجون. ده عيب في حق الزمالك. يعني هو ده عيب في حق الزمالك. وانا بقول ان الحمد لله ان ده حصل دلوقتي عشان لما يحصل دلوقتي يعني نلحق نلم نفسنا ونلحق نراجع نفسنا والمدرب يلحق يراجع نفسه. تمام. دي حاجه. نيجي نتكلم في شيكو بنزا. بص يا صاحبي، احنا كان عندنا لعيب درجن وارتحنا منه والحمد لله. يعني احنا ارتحنا من درجن والحمد لله. فمش عايزين نشوف درجن دي تاني. انت النهارده في كوره انت خدتها من ال 18 عديت بيها خط المرمى الناحيه الثانيه، ضربه المرمى عديت الخط، طلعت بالكره ضربه مرمى. انا ما اعرفش انت كنت رايح بالكره فين يعني او هتشوط امتى. ولو انت بتشوط وانت باصص في الارض. يعني انت كلاعب الكره اللي انت رقصت فيها 1 على 1 وعديت ووصلت جوه، انت حتى ما عرضتش الكوره، لا انت حتى وانت بتشوطها انت شطها وانت باصص في الارض. تمام. ده يعني شيكو بنزا لا، احنا ادم كايد مفيد عنه بصراحه في الناحيه الشمال لو هو هيفضل بالمستوى ده.
لو مش عاجبه، لو لعيب بتاع مشاكل، لو لعيب بتاع غيابات، يمشي خلاص. يعني هو انت ما عادش ليك عزيز، يعني ما عادش تزعل على حد. كان في اجدع منك 100 مره واترمى في الزباله. فانت بتاع مشاكل، توكل على الله. مش عايزينك، بيك من غيرك هنكمل. فهو يا يظبط نفسه، يا يقعد دكه، يا يتوكل على الله يشوف له عرض ويمشي. ده مجمل الماتش النهارده، والحمد لله ان ده حصل في ماتش الجونه. الحمد لله ان احنا هنعرف او هنلحق نلم نفسنا. لازم اللعيبه تلف حوالين نفسها، تلم نفسها. اللعيبه الكبار تتكلم مع اللعيبه الصغيره. الماتش الجاي ماتش لا يقبل القسم على 2. خلاص يعني انت الوقت الاهلي لو كسب ماتشين هيبقى الاول على الدوري، اللي هو منهم ماتشك والماتش الباي اللي انت لعبت اللي انت هتريحه. فبعد اذنكم يا رجاله لازم نلم نفسنا. يعني لازم تعرفوا ان جمهور الزمالك في ظهركم. خلاص ماتش النهارده وعدى، هنفكر في الماتش الجاي. ما عادش فيه هزار، مفيش اعذار هتتقبل. احنا وراكم وفي ظهركم، بس لو انتوا رجاله حتى لو اتغلبتوا، يعني خليكم رجاله حتى لو اتغلبتوا هتلاقونا في ظهركم. يعني حتى لو لعيبه الزمالك، جمهور الزمالك حس منك ان انت راجل في الملعب، ما بخلتش على اللعيب، ما بخلتش على الفرقه بنقطه عرق واحده. كلكم بقيتوا كنتوا رجاله في الملعب، عملتوا اللي عليكم واكتر. وحتى لو اتغلبتوا هتلاقوا جمهور الزمالك بيقدركم. احنا عندنا بنقدر الرجاله، ما بنغيرش من بعض عشان مين اخد جايزه مباراه والتاني لا. تمام. احنا النهارده عندنا حاله في اوضه اللبس، يا رب تكمل على خير. وقصادك الفرقه الثانيه بيغيروا من بعض. اتكلم بس في حاجه بسيطه، نقطه بس صغيره، عشان هي ما ينفعش تبقى كبيره، هي نقطه صغيره. في صانع محتوى، مشجع اهلاوي بيطلع بعد كل ماتش الاهلي يدي 3/4 اللعيبه بتاعته صفار. طبعا انتوا كلكم عارفينه. النهارده طالع يقول لك انا لو كسبت ماتش الزمالك وكسبت الماتش اللي انا ما لعبتوش اللي هو الباي، لما الزمالك يريح الماتش هبقى فوق الزمالك ببونت. فانت كنت بتحفل عليا وشوف انا فين. كنت المركز ال 16 وبقيت الرابع وطالع عليك وهكسب وهركب عليك. تمام صاحبي، هو انت طالع تقول الكلام ده والكلام ده ما يفرحكش. انت كده ما بتحفلش عليا، انت بتحفل على نفسك. يعني انت بتحفل على نفسك. انا بالمشاكل الماليه، بالمشاكل الاداريه، بتاخر مستحقات، بلعيبه ما بتاخدش فلوس، بكل ده، بالصفقات اللي هي نص لبه، ما عندناش الا لعيب صفقه واحده بس هو اللي يعني خلاص ادينا ورق اعتماده. تمام. وعاملين كده، وانت يا باشا بالمليارات اللي صرفتها، بالاعلانات اللي عملتها، بالاعلام اللي بيتكلم عليك كل 3 ثواني، انت الرابع على الدوري. يعني انت حتى لو كسبتني هيبقى فرق بيني وبينك بونتين. تمام. فانت ما تطلعش تقول اصل انا هبقى الاول على الدوري. طب ما هو يا باشا ده الطبيعي باللي انت عامله، ما هو ده الطبيعي بالصرف اللي انت صرفه. يعني انت صرف قبل السنه دي، اذا كان كاس عالم للانديه وخرجت قفاك يامر عيش، ولا اذا كان دوري وانت في قفاك دلوقتي يامر عيش. وقت ما انا بكلمك دلوقتي انت قفاك يامر عيش في الدوري. فما تجيش تقول لي انا هكسبك وهكسب الماتش الباي وهبقى الاول وانت التحفيل بتاعك ده ملوش لازمه. يا باشا ما انا عارف ان التحفيل بتاعي ده انا بحفل عليك عشان خاطر انت المستوى اللي انت فيه. انا بحفل عليك عشان اللي انت فيه، الهم اللي انت فيه. انا بحفل عليك عشان لعيبتك اللي ما بتحبش بعض. انا بحفل عليك عشان لعيبتك لما لعيب تاني ياخد جايزه احسن راجل في المباراه يقول له اشمعنى هو. انا بحفل عليك عشان لما لعيب راح يجيب عربيه التاني راح قلده وجابها قسط. انا بحفل عليك عشان لما لعيب بياخد 100 التاني عايز زيه 100 يا اما مش لاعب. عشان كده بحفل عليك، مش بحفل عليك بقول لك ان انا الجن ابن العفريت اللي بطلع نار من بقي تنين مجنح يعني. لا يا باشا، انا بقول لك ان انا في عز المشاكل اللي انا فيها دي ومستوايا الناس كلها بتقول ان انا مستوى احسن منك، لعيبتي كلها رجاله ولفه حوالين بعض ولمين بعض، اوضه اللبس بتاعتنا ما فيهاش زن ما فيهاش ون. لكن انت ربنا يعينكم يا ابني على اللي انتوا فيه. وعلى فكره حتى لو الاهلي كسب الزمالك، ما هو بالمستوى وباللعيبه وبالارقام وبالقيمه التسويقيه، فده الطبيعي يا صاحبي. ان شاء الله مش هتكسبوا واحنا هنكسب باذن الله، بس هو ده الطبيعي. فما تجيش تطلع تقول لي اصل انا لو كسبتك وكسبت الماتش الباي فانا كده هبقى الاول على الدوري وانت كنت بتحفل عليا ان انا 16. انا بحفل عليك ان انت 16 لانك كنت 16. انا مش بحفل عليك ان انت مثلا 16 ولا 15 وانت بتنافس على الدوري. تمام. وانت برضه 16 وانت في عز ما انت جايب لعيبه بتطلع نار من بقها.
فرقه يعني، انت منتخب مصر قدام يا صاحبي، منتخب مصر وفي النص منتخب تونس يعني، فانت انا مش عارف انت عايز ايه تاني يعني، انا مش عارف انت قدام عايز ايه تاني، نص ملعب عايز ايه تاني. فانت فرقه تنانين مجنحه بتطلعوا نار من بقكم. فانا حق احفل عليك عشان انت مستواك ده ما يأهلكش تلعب في دوره رمضانيه. انت النهارده الفرقه لما بتضغط عليك ولا لما بتهاجمك بتدخل فيك جون. يعني انت فاهم؟ انت الحرس النهارده لما هاجمك مره واثنين جاب الجون والتاني كسبت بضربه جزاء. الله اعلم بقى هي صح ولا غلط. احنا مش كل ماتش هنفضل نقول ضربه جزاء ضربه جزاء ضربه جزاء، كفايه. تمام. فارجو ما تحطش الزمالك في جمله مفيده يعني، ما تحطش الزمالك في جمله مفيده خالص. خليك في فرقتك، بص في ورقتك. احنا واحنا بنطلع نتكلم بقى في ورقتنا، ما بنتكلمش على حد. انت بص في ورقتك، مالكش دعوه بالزمالك. تمام. عشان لعيبه الزمالك دي ارجل ارجل، وجمهور الزمالك ارجل وانضف ان هو يرد عليك. ماشي يا اراجوز؟ عشان انت اراجوز، وانت عارف انت بتقعد تعمل ايه في الفيديوهات عشان تطلع ريتش يا اراجوز. سلام يا اراجوز.